الشياطين نفسها بتخاف منه، مش بس بتخاف، دي بتترعب من مجرد ذكر اسمه. تخيل إن في روح شريرة ساكنة في واحد، وأهله يعيني واخدينه عشان يتعالج ومش قايلينه رايحين فين، وفجأة في نص الطريق الروح الشريرة اللي جواها بصوت مش بشري وتقول: الحقوني الحقوني، انتوا هتودوني البرشا، أنا مش عاوز أروح عند أبونا أرمية، رجعوني، بلاش تعذبوني، أنا مش قده، ده هيحرقني، هيعذبني، ليه كده؟ صرخة الرعب دي ما كانتش من فيلم خيال علمي، دي كانت حقيقة بيعيشها كل شيطان كان بيسمع اسم بطل قصتنا النهاردة، القمص أرمية أقلاديوس، قاهر الشياطين. طب مين هو الراجل العظيم ده اللي وصلت قوته الروحية للدرجة دي؟ وإيه حكايته؟ تعالوا نرجع للزمن لورا شوية. في أسبوع واحد بس، أسبوع مبارك ومخصوص، سنة 1902 اتولد 2 قديسين من العيار التقيل هزوا الكنيسة بقداستهم. في يوم 28 يوليو اتولد بطلنا القمص أرمية، وبعدها بكام يوم في 2 أغسطس اتولد الحبيب الملايين البابا كيرلس السادس. والمدهش ما كانش بس في قرب ميعاد ميلادهم، لأ، ده كان في تشابه روحي عجيب بينهم. الاتنين كانوا بيعشقوا القداسات، والاتنين ربنا اداهم موهبة جبارة في إخراج الشياطين، والاتنين كانوا مدرسة ماشية على الأرض في الكتاب المقدس، بيستخدموه بآياته بعمق وكأن سيل نازل من على لسانهم. وحتى الاتنين أصدروا مجلة شهرية، كأن السماء كانت بترسم في الأسبوع ده خريطة طريق لقديسين هيغيروا حياة ناس كتير. سنة 1929 وتحديداً في أول يوم في شهر سبتمبر، الشاب أرمية اترسم كاهن على إيدين الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف وقتها. ومن هنا بدأت رحلة كاهن مش عادي، كاهن هيتحول لمدرسة روحية ماشية على الأرض. وخليني أحكي لكم كام موقف عشان تعرفوا يعني إيه مدرسة روحية. في مرة أخوه باسيليوس كان واقف في الكنيسة عشان يتقدم ويتناول من الأسرار المقدسة، ولما جه عليه الدور ووصل قدام أبونا أرمية، بصله أبونا أرمية وقال له في وشه قدام الناس كلها: لأ، بلاش تتناول. طبعا الناس استغربت، إزاي يمنع أخوه؟ فكمل أبونا أرمية وقال السبب بصوت حازم: علشان انت اشتغلت يوم الحد اللي فات وما قدستش يوم الرب، وجاي النهاردة عايز تتناول من جسد ودمه. ياه، شوفوا الحرص على قدسية يوم ربنا، وشوفوا عدم المجاملة حتى لو مع أقرب الناس ليه. مفيش عنده حاجة اسمها ده أخويا فعديها له، قدسية ربنا فوق الكل. وفي موقف تاني حصلت مشكلة كبيرة بين أهالي قرية نزلة البرشا وأهالي دير البرشا، مشاكل وخناقات والدنيا كانت والعة. وبعد شد وجذب الناس كلها مسلمين ومسيحيين اتفقوا إن مفيش حد هيحل المشكلة دي إلا راجل واحد الكل بيحترمه وبيثق فيه، القمص أرمية أقلاديوس، قاهر الشياطين. وفعلا جابوه عشان يبقى هو كبير القعدة في الصلح ده. أبونا أرمية دخل وقعد في نص القعدة المهيبة دي، والكل مستني يسمع منه كلمة حكمة تلم العيلتين. بص للناس كلها وبكل قوة وثقة بدأ كلامه وقال: حي هو اسم المسيح الذي له المجد، ولا همه من أي حد. رجل المسيح لازم يشهد للمسيح في أي مكان وفي أي وقت، حتى لو في عز جلسة صلح بين قريتين. قوته دي ما كانتش بتظهر بس في الكلام، دي كانت حماية إلهية حواليه. في مرة كان راجع بيته بالليل متأخر بعد ما خلص زياراته في القرى اللي جنب البرشا، والمنطقة كانت جبلية ومقطوعة. فجأة طلع عليه حرامي عشان يسرقه ويعتدي عليه. الحرامي حاول يقرب من أبونا، لكن كل ما يقرب يحس بحاجة غريبة بتزقه لورا ومش عارف يعدي. حاول تاني وتالت ونفس الحاجة بتحصل، كأن في سور شفاف حوالين أبونا. أبونا أرمية حس بحركة غريبة حواليه، فبص للحرامي وقال له: اوعى تتحرك، في ايه؟ الحرامي رد عليه وهو مرعوب: روح روح، ماليش دعوة بيك، انت معاك حماية من فوق. ومش الحرامي وهو بيجري وساب أبونا أرمية واقف بيمجد ربنا اللي بعت له حماية من السماء. والقديسين بيحسوا ببعض.
في زيارة تاريخية للبابا كورولوس السادس لمدينة ملوي في أوائل الستينات، عين البابا كورولوس السادس جت على أبونا أرميا. فضل يبصله بنظرات فاحصة وعميقة، نظرات كلها روحانية، وبعدين ابتسم وقال له: أنت مبارك يا أبونا. كلمة من قديس لقديس، كأن الأرواح بتتعارف وبتشعر ببعضها. ومن المواقف اللي بتبين بساطة قلبه وعلاقته القوية بالقديسين حكاية الجدي بتاع مار جرجس. أبونا أرميا كان متعود كل سنة في عيد استشهاد مار جرجس إنه يذبح جدي كرامة للشهيد العظيم. وفي سنة من السنين قبل العيد بكام يوم، الجدي اللي كان مجهزه مات. أبونا أرميا اتضايق وزعل وقال بعشم ودلال على القديس: خلاص بقى، طالما مار جرجس استهون في الجدي بتاعه يبقى بلاش السنة دي. يدوب قال الكلمتين دول وفجأة تعبان لدغ مراته. أبونا اتنهد وبص للسما وقال: وبعدين بقى يا مبا جرجس، خلاص هنشتري جدي تاني وبلاش الحركات دي. وفعلا صلى على مكان اللدغة ورشمها بالزيت ومراته خفت في الحال، وأمر فورا إنهم يشتروا ذبيحة جديدة علشان عيد البطل مار جرجس. علاقة حب وعشم بين قديس على الأرض وقديس في السماء. قلبه كان حساس جدا لدرجة عجيبة. سنة 1981 حصلت مشكلة في الكنيسة، وشوية من شعب الكنيسة زعلوا وراحوا يصلوا في كنيسة تانية. الموضوع ده وجع قلب أبونا أرميا جدا، وفي القداس وهو واقف على المسبح فضل يبكي بحرقة وهو بيصلي وبيترجى ربنا إن الرعية الضالة دي ترجع تاني للحظيرة. وهو بيبكي حصلت حاجة محدش شاف زيها قبل كده. الناس اللي في الكنيسة بصوا لقوا عواميد الكنيسة الحجرية نفسها بتنزل مية، سيول مية نازلة من العواميد، كأن الحجر نفسه بيبكي مع رعيه. الناس وقفت مذهولة وهم بيقولوا: إحنا عمرنا ما شفنا زي كده. وطبعا ببركة دموعه وصلت الكنيسة كلها كل المشاكل اتحلت، والرعية رجعت تاني للراعي بتاعها. ونيجي بقى للقب اللي اشتهر بيه أبونا أرميا أكتر من أي حاجة تانية: قاهر الشياطين. أبونا أرميا كان عنده سلطان إلهي قوي على الأرواح الشريرة، سلطان مش محتاج صلوات طويلة أو طقوس معقدة. كانت النعمة بتفيض منه لدرجة إن مجرد نظرة من عينيه كانت كافية. كان الشيطان بيخضع عليه من نظرة واحدة، والمريض يصرخ صرخات دوية ويغيب عن الوعي، وبعدها يخرج منه الشيطان. وفي مرات تانية ما كانش حتى بيصلي على مرضى، كان يدوب يعدي وسط الناس اللي عليهم أرواح نجسة ويحرك طرف الفراجية بتاعه اللي هو اللبس الكهنوت الأسود فوق راسهم. مجرد لمسة من هدومه كانت كفيلة إن الشياطين تصرخ وتصوت وتخرج في الحال. والمدهش إن الموهبة دي كانت في العيلة، لأن ابن أخوه هو القديس العظيم القمص جبريال الأنبا بشوي، اللي كان مشهور هو كمان بلقب مرعب الشياطين. صيته وسمعته في الموهبة دي عدت حدود قريته ووصلت لكل مكان. في سيدة من نجع حمادي كانت مريضة مرض حير الدكاترة وأهلها، وقرروا يسافروا بيها للقاهرة عشان يعرضوها على أكبر الأطباء. ركبوا القطر، وبعد ما عدوا المنيا بشوية الست دخلت في غيبوبة وتشنجات وحالتها بقت صعبة. الناس في القطر اتلمت حواليها ومحدش عارف يعمل ايه. وفجأة قرب منهم راجل غريب وقال لهم: بدل ما تحتاروا وتتعبوا نفسكم، أنا هقول لكم على علاجها في قرية اسمها البرشة عند كاهن مبارك اسمه أبونا أرميا. فعلا يا أبونا، كان صيتك زي ريحة الطيب الغالية اللي بتفوح في كل مكان. اسمعوا بقى الحتة دي. أبونا أرميا مرة دخل يزور بيت من البيوت، يدوب رجليه خطت عتبة البيت، مرات صاحب البيت شافته وفجأة انهارت وصرخت في وشه بصوت غريب: انت ايه اللي جابك هنا؟ وراحت وقع على الأرض مغمى عليها. كل اللي في البيت اترعبوا من المنظر، لكن أبونا أرميا طمنهم بمنتهى الهدوء وقوة الإيمان وقال: ما تخافوش، بسيطة، الملعون ساكن جواها. وصللها ورشمها بالزيت، وفي ثواني الست فاقت وكأن شيئا لم يكن، والروح الشرير كان خرج منها، والكل كان بيمجد ربنا على عمله العجيب في قديسه. حتى الشيطان نفسه كان بيحاول يهاجمه شخصيا. في يوم أبونا أرميا كان قاعد قدام باب بيته وحس بهجوم شيطاني عنيف عليه، كأن حاجة بتكبس على نفسه عشان تخنقه وتتعبه. في اللحظة دي
شاف بعينيه السيدة العذراء مريم جاية ناحيته، فصرخ من كل قلبه: انقذيني يا عذراء، انقذيني يا عذراء. وبمجرد ما نده على أم النور، الشياطين هربت من قدامه، وفي نفس اللحظة السيدة العذراء اختفت. وبعدها على طول أبونا أرميا أخرج من فمه قطعة بلغم سودة وكبيرة، كانت هي سبب ضيق التنفس والألم اللي كان في صدره من فترة طويلة، وارتاح بعدها تماما. بركاته كانت بتشمل حتى الجماد. في السبعينات قرية البرشا ما كانش فيها عربيات، وحصلت حالة وفاة لسيدة وأهلها كانوا مصرين يدفنوها في القرية، والمسافة من مكان ما بينزلوا من المركب في النيل لحد القرية حوالي 4 كيلو في طريق جبلي صعب. ما كانش فيه في القرية كلها وسيلة مواصلات غير جرار قديم ومتهالك ومركون بقاله فترة طويلة من كتر أعطاله. لما أبونا أرميا عرف بالمشكلة، راح بنفسه عند الجرار الحديدي ده وصلى على شوية مية ورشها على الجرار وقال لأصحابه شغلوه. الناس كانت بتبص لبعضها ومستغربة، لكنهم سمعوا الكلام، وبمجرد ما حطوا المفتاح في الكونتاكت الجرار اشتغل. الناس كلها كانت بتضرب كف على كف وهما مش مصدقين اللي بيحصل، وازاي البركة حلت في الحديد فاشتغل. في سنة 1987 وبعد حياة مليئة بالصلاة والقداسة والمعجزات، انتقل رجل الله القديس القمص أرميا إقلاديوس إلى السماء، وساب وراه سيره عطرة وقصص تزلزل القلوب وتثبت الإيمان. بركة صلاة القديس العظيم القمص أرميا إقلاديوس قاهر الشياطين فلتكن معنا جميعا، آمين. ولو حبيتوا تعرفوا أكتر أو تقروا بنفسكم، فكل القصص العظيمة اللي حكيناها دي موثقة وموجودة في كتب كتير بتحكي عن قديسين زماننا، وخصوصا السلاسل اللي اتكتبت عن قديسين الصعيد ومعجزاتهم في القرن العشرين. بركاته كانت بتشمل كل حاجة حتى الجماد، لكن في معجزة معينة الناس بتعتبرها أكبر معجزة لأبونا أرميا، معجزة بتوريك إزاي شفاعته ممكن تحميك من الموت نفسه حتى وهو مش موجود معاك. نرجع بالزمن لسنة 1946، فترة ما كانتش سهلة، كان في عصابات وخطف وسرقة، والخوف كان مالي قلوب الناس. وفي وسط كل ده كان في خادم بسيط في الكنيسة، راجل تقي، بعد ما خلص صلاته في يوم بالليل راح في النوم، لكن نومه ما كانش هادي، اتحول لكابوس مفزع. شاف في الحلم 3 رجالة أشرار وشوشهم كلها غدر بيهجموا عليه عشان يقتلوه. وهو في عز رعبه وخوفه فجأة ظهر في الحلم نور، ولقى أبونا أرميا واقف قدامه وبيقول له بصوت كله قوة وحنان: تشجع، ما تخافش. واحد من الأشرار اللي في الحلم بغل رفع سلاحه عشان يضرب الخادم، لكن أبونا أرميا حط دراعه عشان ياخد الضربة بداله. الخادم صرخ من كل قلبه وهو شايف أبونا بيتضرب علشانه وقال: لأ لأ، إلا أبونا. وقام من النوم مفزوع، قلبه بيدق بسرعة والعرق مغرقه. حلم غريب ومقلق. عدى يوم 2 3، وفي اليوم الثالث الخادم راح بدري الصبح للأرض بتاعته في منطقة زراعية اسمها الجزيرة عشان يشوف شغله وأكل عيشه. وهو ماشي في الطريق اتجمد في مكانه، لقى قدامه نفس ال3 رجالة بنفس الوشوش الشريرة اللي شافها في الحلم، وفي نفس المكان بالظبط اللي حلم بيه. الخوف مسك قلبه، لكن قبل حتى ما يستوعب العصابة رفعت بنادقها وضربت عليه نار من على بعد 10 متر بس. المسافة دي مفيش منها نجاة. في اللحظة دي الخادم بيقول: أنا افتكرت حلم أبونا أرميا وبدأت أصر وصلي وأطلب شفاعة العذراء وأبونا أرميا. وبيحلف ويقول: شفت حاجة ما تصدقهاش العين. الرصاص اللي اتضرب عليه كله جه في الحمار اللي كان راكبه، وما جاتش فيه هو ولا خدش. ولسه الرعب مخلصش، الخادم بيبص قدامه لقى جيش كامل من الضباط ظهر فجأة من العدم، معرفش جم منين. بمجرد ما الحرامية شافوا المنظر ده طلعوا يجروا زي الفئران واختفوا.
وبعد ما هربوا الخادم بص تاني، ملقاش الجيش الضباط ده، اختفى هو كمان زي ما ظهر. ربنا نجاه بمعجزة إلهية واضحة بصلوات أبونا أرميا اللي حضر الخادم نفسيا في الحلم واللي حماه جسديا في الحقيقة. دي قوة شفاعة القديسين اللي ما بتحميش بس من الأرواح الشريرة، دي بتحمي من الشر نفسه بكل أشكاله.